السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله صلوا على النبي. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله كده اكلة كده من الاكلات الموفرة. هي طبعا فيها لحوم بس برضو في نفس الوقت هتبقى برضو اكلة موفرة. يعني عايزة اقولك بقى هي موفرة او اقتصادية ازاي، ان انت لو عندك وركين فراخ او صدر فرخة ممكن تعملي الوجبة ديت تكفي العيلة بتاعتك. يعني لو انت العيلة بتاعتك مكونة مثلا من 4 افراد او 5 افراد عادي الوجبة دي هتكفيهم. انا هنا معايا وركين طبعا من اوراق الفراخ، وطبعا الفراخ بتاعتي فراخ بيتي يعني انا مربياها في البيت. طبعا منضفاها وغسلاها كويس يعني ومنقوعة طبعا في محلول النقع، خليتهم من العظم. وان شاء الله هجيب معاكم ان شاء الله طريقة الخلي باذن الله. وقطعتهم كده مكعبات زي ما شفتوا كده معايا في الفيديو، وهبدأ ان انا اتبل الفراخ بتاعتي. هتبل الفراخ بتاعتي بالتوابل اللي انتوا شايفينها معايا دي. التوابل اللي معايا دي كلها عبارة عن ربع معلقة. معايا ربع معلقة بهارات سبعة، وربع معلقة ملح او الملح اختياري يعني، ومعايا هنا ربع معلقة مرقة وربع معلقة كمون وربع معلقة طبعا جنزبيل بودر، ومعايا ربع معلقة فلفل اسود وربع معلقة كزبرة. انا بحب احط التوابل اللي عندي يعني في التتبيلة بتاعة الفراخ او تتبيلة الشيش طاووق عادي يعني. زي ما قلت لكم دي التتبيلة بتاعتي او المعتمدة بتاعتي. هبدأ ان انا احطها في البولة بتاعتي كده. هنزل عليها بربع كوباية برضو من اللبن، ربع كوباية برضو من الصلصة او من الكاتشب، ومعايا برضو 4 معالق عصير ليمون، ومعايا برضو معلقتين زيت. وبحب ان انا احط برضو كده إيه معلقتين من الكاتشب كده بيدي طعم حلو يعني او بتست حلو. ومعايا برضو هنا دبس الرمان، ابدا ان انا احط منه معلقه كده، معلقه كبيره. طبعا ده اختياري، لو ما عندكيش عادي ما توقفيش يعني الوصفه عليها. يعني كمان عايزه اقولك ان انا حطيت ربع معلقه كده توم مفروم. انا حطيته فريش يعني، بحب ان انا احط فريش عشان النكهه بتاعته تبقى أفضل. قلبت كده المكونات كلها مع بعضها. طبعا نسيت اقولك ان انت لو مش عايزه تعملي بلبن اعملي بزبادي، وبيبقى افضل برضو. احنا بنحط اللبن او الزبادي عشان يطريها. احنا هنا بعد مرور ساعتين، طبعا انت لو تبلت التتبيلة دي وسبتيها في التلاجة من بالليل مثلا لتاني يوم بتبقى افضل. كل ما هتسيبيها كل ما هتشرب من التتبيلة والطعم بتاعها هيبقى حكاية. احنا هنا بقى انا كنت نقعت العصيان بتاعت الشيش ديت ساعتين كده في المية. وبدأت ان انا هنا مقطعة البصل كده شرايح او مكعبات زي ما انت شايفاها كده، ومقطعة برضو طماطم. الطماطم طبعا اختياري، لو عندك برضو فلفل الوان هيبقى افضل كمان في الشكل. انا هنا كان عندي فلفل اخضر بس، وقطعت كده طماطم مكعبات زي ما انت شايفاها معايا كده. وهجيب كده عصاية الشيش اللي انا بقولكم انا نقعها في المية كده لمدة ساعتين. عشان طبعا انا بنقعها ليه؟ عشان لو حطيناها في الفرن او حطيناها على شواية ما تتحرقش معاكي بسرعة يعني، تفضل يعني محتفظة بلونها كده وما تتحرقش. دي فايدة النقع، احنا بننقعها عشان كده. جبت العصيان الشيش كده، وهبدأ ان انا احط واحدة او اتنين كده من البصل عليها، برضو نفس الوضع واحدة او اتنين برضو كده من الفلفل. طبعا انا زي ما قلتلك ان لو عندك فلفل الوان هيبقى افضل كمان، هيزود القيمة الغذائية وفي نفس الوقت الشكل برضو بتاعه هيبقى جميل. احنا هنا هنبدأ ان احنا كده نحط زي ما قلتلكم واحدة بصل كده وواحدة فلفل وقطعة من الفراخ بتاعتنا او قطعة من الشيش بتاعتنا طبعا المتبلة وشاربة طبعا من التتبيلة. انا هنا كنت عاملة الوصفة دي من بالليل، عملتها بالليل وبدأت ان انا اشكلها معاك كده تاني يوم او اسويها تاني يوم. يعني بحب ان انا لما اكون عاملة فراخ بتتبيلة او اي حاجة من دي احب ان انا ابيتها في التتبيلة بتاعتها، بتبقى افضل في الطعم. انا هنا حبيت ان انا اشكل معاكي كده واحدة عشان تعرفوا ان طريقة التشكيل بتاعتها او العمايل بتاعتها طبعا بتبقى سهلة جدا. انا هنا بوريكم الشكل اللي انا عملته. هعمل الكمية عشان ما اطولش الفيديو عليكم حبايب قلبي. انا هنا بقى بعد ما شكلت الكمية بتاعتي كلها او بعد ما خلصت الكمية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عايزة اقول لكم ان الوركين دول فرطوا معايا كمية حلوة يعني. بقية التتبيلة دي طبعا انا ما برميهاش، انا بسيبها طبعا عشان احنا هنحتاجها
في وقت التسوية. كملي بس معايا الفيديو للاخر وحط لايك عشان اقولك احنا هنحتاج التتبيلة بتاعتنا دي في ايه. عايزه اقولك ان طريقه التسويه ديت بترجع لك انتي، بس انا حبيت ان انا اجيب لكم اسهل طريقه عشان طبعا تبقى موفره من كله، يعني في وقت ومجهود. وانا هنا بقى جبت الصينيه بتاعتي، حطيت عليها كده معلقتين من الزيت. هبدا ان انا ادهن الصينيه بتاعتي زي ما هتشوفوا معايا كده. طبعا عايزه اقولك اي صينيه عندك المهم ان هي تبقى حاجه ما بيلزقش فيها الاكل يعني. دي طبعا صينيه الكريب بتاعتي انا هسوي فيها، او اي صينيه عندك زي ما قلت لك، المهم ان هي ما يكونش يعني بيلزق فيها الاكل. انا هنا بعد ما الصينيه بتاعتي سخنت جدا يعني، هبدا ان انا انزل عليها كده بعصيان الشيش بتاعي زي ما انت شايفه معايا كده. لازم طبعا الصينية بتاعتك تكون سخنة جدا عشان طبعا اول ما هتنزليه ياخد معاكي صدمة على طول، فالفراخ ما تنزلش المية، وفي نفس الوقت برضو تبقى واخدة كده تشويحة او صدمة من بره وطرية من جوه عشان ما تنشفش معاك. انا هنا رصيت الكمية بتاعتي زي ما انت شايفة معايا كده. عايزة اقول لكم ان ما شاء الله فرطة معايا كمية حلوة يعني. هنا كنت رصيت الكمية زي ما قلت لكم. طبعا انا معلية النار عليها لعند ما تاخد تشويحة او تاخد لون، وهبدأ ان انا اقلبها على الناحية التانية يعني. انا هنا كنت بوريكم ان انت ممكن عشان تاخد معاكي لون على طول يحط عليها تقل. انا طبعا ما كانش عندي تقل فجبت الغطا بتاع حلة الضغط. انا هنا بحط التقل ده عشان تاخد معايا لون، وفي نفس الوقت برضو ما تبقاش ناشفة معايا، وهتبقى معايا بالشكل النهائي اللي انتوا هتشوفوه معايا في اخر الفيديو. لو وصلتوا بقى لعندي هنا من الفيديو ما تنسونيش باللايك الجميل بتاعكم، وقولوا لي طبعا رأيكم في التعليقات لان طبعا رأيكم بيهمني جدا يعني. انا هنا كنت شلت الغطا من عليها وبدأت ان انا اقلبها كده او اقلبها على الناحية التانية. هي هنا كده خدت معايا صدمة وفي نفس الوقت ما نزلتش السوائل او المية اللي في الفراخ، فهنا طبعا هتبقى محتفظة بالطراوة وهتبقى طرية معاكي. انا هنا بدأت ان انا اغطيها تاني، انا مش هشيل التقل ده من عليها الا ما تقرب ان هي تستوي. جبت هنا بقى حتة فحمة وهطفيها كده عليها زي ما انت شايفة معايا كده عشان طبعا تاخد ريحة الفحم معايا. عايزة اقولك الريحة بتاعتها والطعم بتاعها كان ما شاء الله اللهم بارك حكاية. عايزة اقولك ان انت هتعملي اكل مطاعم وبتكلفة اقل. هنجيب بقى الحلة كده هنا بتاعتنا، احنا هنا بقى هنعمل الرز بتاعنا اللي هيتاكل جنب الشيش. حلة بقى كده على النار هنحط فيها كده معلقتين او 3 كده من الزيت، هنسيبهم لعند ما يسخنوا. هننزل بقى كده عليهم بالتوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن قطعة كده بسيطة من القرفة الخشب، ومعايا هنا واحدة لومي، ومعايا هنا 3 ورقات لوري، ومعايا هنا رشة بسيطة كده من البهارات السبعة، ومعايا رشة فلفل اسود، ومعايا برضو نفس الكلام رشة برضو من الكركم او الكاري او الزعفران لو انت بتحبي تعمليه يعني بالزعفران. معايا هنا بصلاية كده متوسطة مقطعاها كده على ايدي تقطيع يعني ناعم شوية. هبدأ ان انا احطها في الحلة بتاعتي بعد طبعا ما الزيت بتاعي سخن. هبدأ بقى ان انا اديله تقليبة كده لعندي بس ما اللون بتاعه يغير بس حاجة بسيطة، او البصلية بتاعتي بس تدبل. انا مش عايزاها يعني يبقى لها لون، انا عايزاها تدبل وخلاص. انا بحب التسكيرة بتاعة البصل يعني في الاكل. جربيها بس بالطريقة بتاعتي دي وان شاء الله تعتمديها. انا هنا بقى كنت نزلت بالتوابل بتاعتي. هبدأ ان انا اديلها كده تقليبة مع البصل لعندي ما اشم الريحة بتاعتها، او لعندي ما التوابل بتاعتي تتحمص كده مع البصل. انا مش هديلها تحميصة كتير يعني، انا مجرد بس ان الريحة بتاعت التوابل تطلع. اول ما ريحة البهارات تطلع معايا هنزل بقى عليها بكوباية الرز بتاعتي. دي كوباية رز بسمتي مغسولة كويس وكنت نقعاها قبلها. هبدأ ان انا انزل بيها كده على البصلة بتاعتي وعلى التوابل. هديلهم كده تقليبة كده بسيطة مع الرز. انا ما بحبش ان انا اقلب مع الرز البسمتي ده كتير
عشان طبعا ما يتهريش معاك. احنا كده هنديله بس تقليبة لعندي بس ما يشرب من التوابل بتاعتنا او يتقلب مع التوابل والبصلة زي ما انت شايفة كده. هنزل عليها طبعا بكوبايتين من المية، دي كوباية من الرز، هنزل عليها بكوبايتين من المية او كوبايتين يعني من الشوربة، وده بيبقى افضل يعني لو انت عندك شوربة. هظبط بقى الملح بتاعه او هحط له واحدة مرقة وهغطي عليه لعندي طبعا ما يتشرب معايا ويبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. هوطي بقى عليه النار وهغطي عليه واسيبه طبعا لعند ما يكمل السوا بتاعه. بعد طبعا ما الرز استوى معايا وطبعا كان الشيش طبعا مستوى معايا زي ما شفتوا معايا كده، بدأت ان انا اقدم بالشكل اللي انت شايفاه ده. انت ممكن طبعا تاكليه مع عيش، تاكليه مع رز باي نكهه انت حباها. نسيت كمان اقول لكم ان طبعا التتبيله بتاعتنا احنا مرمناهاش، احنا طبعا بس المقطع ده طبعا الشال من عندي. احنا كنا ما بين كل تقليبه والتانية كنا بالفرشه كده وبنمشي على الشيش